خذوها بسهولها يا وطننا يا وطننا، ترانا حاضرين كان شبعة حظ تحت عودها مقصين الروح والمال دون 8 سنين، واليمين الطايلة مكسرا من جنودها تحت حكم اللي بهم خير في دنيا او دين. البلاد مكرمة والسعود سعودها والقصيدة طويلة لكن تشرفنا بصوتك طلع. صح جزاك الله. وسلم لنا على طاقم الصحراء كلهم وخاصة ناصر المجماج. تحياتي. ترى هيك اسمك بدر البراك الرشيدي. يعني بدر أول زيارة للمقيم؟ لا والله ممكن رابع زيارة أو خامس زيارة. حدثني عن زيارتك الأولى وعن الفرق أو النقلة اللي شاهدتها في المقيم السنة. والله التغير كبير جدا، تغير في التنظيم في السوق في بالنسبة للمزاين حضرنا الفرز وشفنا تغير كثير، حتى ان السوق من اول كان في زحمه وكانت في مشاكل وكان غير مزافلات، الان كل شيء منظم، والان تواجد الشرطه تواجد رجال الامن كذلك شجع العالم كانت افضل منها في السنوات السابقه، متفاهمين الوضع فاهمين النظام محترمين النظام. تشوف يعني الاخاء والتراحم بينهم والعلاقات الاجتماعيه بين الباديه، فالجميع هنا مستمتع. حتى ان اليوم الزحمه ما تشوف انت الحركه انسيابيه جدا، لا توجد زحمه. السنوات السابقه كانت في مشكله، كانت في زحمه ازدحام السيارات في الاماكن واحيانا ما يوجد تنظيم. الان ما شاء الله السنه هذه يعني انا اعتبرها افضل سنة زرت فيها مرقبة، وجدت ان كل شيء منظم، كل شيء على ما يرام الحمد لله. هذا فضل الله من فضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله، وجهود سمو صاحب السمو الملكي الامير مشعل. ونقول طول الله عمرك ابو فيصل وجزاك الله خير، وشجعت البدو وحطيت لهم على المزاين وخليتنا نفتخر في تراثنا وفي الاباء والاجداد وامجاد الابل، وكونت للابل شيء لم يسبق ان احد مشى في الطريق هذا. حتى لا في يعني من دول الخليج رايناهم كلهم. انا لي قريبي سعد القنفر الرشيدي من الكويت جاي هنا ومشارك، والشهري الرشيدي مشارك بعد في ذود مغاتير، والحمد لله. والتقيت في ناس من الامارات وناس من اعتقد انها قال لي من قطر، كلهم مشاركين وكأنهم في بلدهم، وجميع الخدمات موجودة. كذلك انها على الطريق الدولي مقعم الغيبة، يعني على طريق الكويت، على طريق كذلك الشام، الجميع يحضر هنا. الآن لو شفت العوائل كلها موجودة في المزاين، يعني العوائل صارت تجي تشاهد. الآن شفنا أطفال، شفنا عوائل موجودة في المزاين، فالجميع يستمتع هنا صراحة. مهرجان أنا أعتبره كرنفال، أعتبره احتفال للمملكة العربية السعودية، يعني بعد مهرجان الجنادرية. وصراحة أن نشكركم، نشكر جهودكم، نشكر قناة الصحراء المتميزة في كل شيء، نشكر الشيخ ابن حثلين، ونهني خالد بن سعود بن حثلين. اي والله نتمنى لك التوفيق وشاكر لك يا اخي انت على جهودك، والله انك مميز. يوم نجدك في حائل، يوم نجدك في وادي الدواسر، الان في ام القيامه اقول بيض الله وجهك.